كان هناك في القرية خباز أب ل7 بنات جميلات، توفيت أمهم في سن صغيرة، ولذلك بقيت الفتيات المسكينات من دون أم ترعاهم. وتوالت بنات الخباز بالدور مهمة طبخ الغداء في أثناء غيابه. وكان له جارة قد توفي زوجها وتركها هي وابنتها الوحيدة. وفي كل يوم عندما كانت البنات ال7 يجهزن الطعام، كانت أرملة الجار وابنتها يذهبوا إليهم ويطلبوا قبسا من النار. وكانت البنت الصغيرة تقول لإخوتها: اطردوا تلك المرأة، لما لا تحصل على نار في منزلها؟ ما الذي تريده من منزلنا؟ لو سمحنا لها بالدخول إلى هنا فستعيد أخوتها. فقالت لها أخواتها: لماذا تتشاجرين دائما مع هذه المرأة البائسة؟ دعيها تأخذ قبسا من النار. كانت الأرملة تذهب إلى الموقد وتأخذ بضعة أعواد منها، وعندما لم يكن أحدا يراقبها كانت ترمي بسرعة حفنة من الطين وسط الأطباق التي تحتوي على غداء الخباز. ومنذ وفاة والدتهم كانوا يطبخون الغداء بأيديهم، لذلك فعندما عثر على الطين ممزوجا بطعامه اعتقد أن الأمر ناتج عن إهمالهم، ولم يكن هناك احتمال أن يقصد أحدهم وضع الطين هناك، ولم يرغب فيه وهلة. على ذلك رغم تكرار تلف الطعام لأيام متتالية. وفي إحدى الأيام دخل الغرفة المجاورة الخباز وظل يراقبهم. شاهد بناته ال7 وهم يحضرون الطعام بعناية ويضعن قربه النار. ثم رأى زوجة الجار وهي تصل إلى الباب وتطلب بعض الحطب لتطبخ طعامها. وكانت البنت الصغيرة تردها غاضبة وتقول لها: لما لا تحتفظين بالوقود في بيتك، بدلا من أن تأتي إلى هنا كل يوم وتأخذي من وقودنا؟ وقالت لإخوتها: لا تعطيها هذه المرأة المزيد من الحطب، دعوها تشتري لنفسها. قالت الأخت الكبرى: دعي المرأة المسكينة تأخذ الحطب والنار، فهي لا تمسنا بسوء، وإذ ما سمحنا لها بالدخول هنا مرارا ربما ستلحق بنا الأذى وتجعلنا نأسف على ذلك يوما ما. وبعد ذلك رأت الخباز أرملة الجار وهي تذهب إلى المكان الذي يضعون فيه الغداء بطريقة لطيفة، وبينما تأخذ الحطب قامت برمي كمية كبيرة من الطين في كل طبق من الأطباق. رآها الحطاب غضبا شديدا وصرخ في وجهه، ولكن حين حضرت أمامه أخبرته إنها فعلت ذلك لأنها أرادت أن تستعطفه وأن تتحدث معه لجذب انتباهه وأن تتحدث معه. فتحدثت بكل ذكاء وفتنة بحديثها وبكلامها المعسول، فتزوج منها وانتقلت هي وابنتها لتعيشان في بيته. وكانت الزوجة تكره الفتيات وتريد التخلص منهم إن أمكن لكي تستحوذ ابنتها على كل ممتلكاتهم وتعيش في البيت الفسيح أميرة. وبدلا من أن ترد لهم الجميل على عطفهم عليها، فعلت كل ما في وسعها لتحول حياتهم إلى شقاء، فما عادت تقدم لهم سوى قصرات من الخبز وقليل من الماء. فتحولت حياة الفتيات المسكينات إلى حياة بائسة. فبدأ بزيارة بائسة وشق الأنفس، فبدأوا بزيارة قبر أمهم كل يوم وهم يبكون ويقولون: ألا ترين يا أمنا مدى شقاء بناتك وكيف جوعتهم زوجة أبيهم القاسية؟ وفي إحدى الأيام وبينما كانوا يبكون فرأوا شجرة البرتقال جميلة تنمو بجانب القبر، وقد امتلأت بحبات البرتقال الناضجة، فتناول شيء من الثمار وفي كل يوم، وبدلا من تناول الطعام السيء الذي كانت زوجة أبيهم تقدمه لهم، كانوا يذهبوا إلى قبر أمهم ويتناولوا ثمار البرتقال من تلك الشجرة الجميلة. فقالت زوجة الخباز لابنتها: لا أفهم كيف يحدث ذلك،
هؤلاء البنات لا يرغبون في أي غذاء أو طعام، ولا يأكلوا شيئا، ومع ذلك لم ينحفوا ولم يظهر عليهم المرض، بل يبدون بحالة أفضل. أنا لا أفهم كيف ذلك. وأمرت ابنتها بمراقبة البنات السبعة لترى إن كان أحد يعطيهم ما يأكلون. وفي اليوم التالي عندما خرجت الفتيات إلى قبر أمهم وصاروا يأكلوا ثمار البرتقال، رأتهم ابنة الأرملة وشاهدتهم يجمعوا الفاكهة. قالت الأخت الصغيرة لأختها: ألا ترين تلك الفتاة وهي تراقبنا؟ لابد أن نخفي الثمار عنها، وإلا ستذهب وتحكي كل شيء ما شاهدته، وهذا سيكون سيئا جدا علينا. لكن إخوتها قالوا: لا تكوني قاسية، فالفتاة لا يمكن توني- توا- أن تكون بهذا الخبث حيث تخبر أمها. دعونا ندعوها ونعطيها حبة من البرتقال. وما أن تناولتها حتى ذهبت ابنة الأرملة إلى البيت وقالت لأمها: لا عجب أن لا تأكل الأميرات السبع الطعام الذي تحضرين لهم، فالبرتقال الذي يأكلونه من عند قبر أمهم كل يوم ثماره جميلة، وأكلت واحدة منها وقد كانت أطيب فاكهة تذوقتها في حياتي. غضبت الزوجة كثيرا من سماع ذلك، وطول اليوم التالي بقيت في غرفتها، وأخبرت الخباز إنها تعاني من صداع شديد. حزن الخباز كثيرا وقال لزوجته: ما الذي أستطيع أن أفعله لك؟ فقالت: هناك شيء واحد فقط سيخفف من هذا الصداع. قرب قبر زوجتك شجرة برتقال، عليك أن تخلعها من جذورها وأغلي جذورها في الماء، وضع قليلا من الماء الذي غليت فيه على وجهي، هذا هو علاج صداعي. اقتلع الخباز الشجرة من جذورها كما رغبت زوجته، وبعد أن وضع شيئا من الماء الذي غلي فيه جذور الشجرة على وجهها، قالت: الآن الصداع قد انتهى، وأحسست بتحسن. وفي اليوم التالي خرجت الفتيات السبعة كالعادة إلى قبر أمهم، فوجدوا أن شجرة البرتقال قد اختفت، فبكوا كثيرا. وكان هناك حوض صغير على مقربة من مقبرة أمهم، وفيما كانوا يبكون رأوا أن الحوض امتلأ بماء بمادة غنية تشبه القشطة الذي تصلب بسرعة ليصبح كعكة بيضاء سميكة. وبعد أن شاهدوا هذا فرحت البنات السبع كثيرا، وأكلوا من الكعكة واستمر الحال لأيام عديدة. كانت الفتيات يذهبن كل صباح إلى قبر أمهم ويجدوا الحوض الصغير مليئا بالكعكة المغذية. فقالت زوجة الأب القاسية لابنتها: لا أفهم كيف يحدث ذلك، لقد اقتلعنا شجرة البرتقال التي كانت تنمو عند قبر أمهم الراحلة، ومع ذلك لا يحزنون رغم أنهم لا يأكلوا الطعام الذي أقدمه لهم. أنا لا أفهم. وفي اليوم التالي وبينما كانت الفتيات يأكلن الكعكة، ظهرت ابنة زوجة الأب فرأتها الأخت الصغيرة، فقالت الفتاة تعود مرة أخرى: دعونا نجلس حول حافة الحوض، لا تسمحوا لها برؤيته. إذ أعطيناها شيئا من الكعك ستذهب وتقول لأمها، وهذا سيكون من سوء حظنا. إلا أن أخواتها لم يجدن مبررا لشكوك أختهم، وبدلا من اتباع نصائحها أعطوا لابنة الأرملة قطعة من الكعكة. فعادت إلى البيت وأخبرت أمها بما رأت، فغضب الزوجة غضبا شديدا، وأرسلت بعض من أفراد أسرتها لهدم الحوض وملأته بالقمامة. ولم تكتفي بذلك، بل تظاهرت في اليوم التالي بالمرض الشديد وبأنها أوشكت على الموت. فشعر الخباز بحزن شديد، وسألها إن كان بمستطاعته أن يوفر لها أي علاج. فقالت: هناك شيء واحد يمكن أن ينقذ حياتي، ولكني أعلم أنك لن تفعله. فأجاب: سأفعل كل ما تطلبينه مني. فقالت: لكي تنقذ حياتي يجب أن تقتل بناتك السبعة من زوجتك الأولى وتضع شيئا من دمائهم على وجهي. عندما سمع هذا الكلام حزن حزنا شديدا،
وخرج الخباز يبحث عن بناته فوجدهم يبكون عند قبر والدتهم، وبسبب عجزه عن قتلهم تحدث الخباز بلطف إلى بناته وطلب منهم أن يمضين إلى الغابة معه. فذهبوا معه إلى الغابة، وبسبب حرارة الجو الشديد خطط الفتيات السبعة في النوم فتركهم في الغابة لأنه كان يخاف من زوجته، وقال لنفسه من الأفضل أن يموتوا هنا بدلا من أن يقتلوا على يد زوجة أبيهم. ثم اصطادت الطير ثم اصطاد طيرا، وأثناء عودته إلى البيت وضع دمه على وجه زوجته فظنت أنه قتل الفتيات، فقالت إنها تشعر أننا الآن أشعر بتحسن تمام. وفي الوقت نفسه استيقظت الفتيات، وعندما وجد أنفسهم في الغابة الواسعة انتابهم شيئا من الخوف الشديد، وراحوا ينادون بأعلى أصواتهم على أمل أن يسمعهم أبوهم، لكنه كان بعيدا جدا ولم يعد بإمكانه سماع أصواتهم حتى لو كانت بقوة الرعد. وتصادف في هذا اليوم نفسه ذهب 7 شبان هم أبناء إحدى أمراء منطقة مجاورة في رحلة صيد إلى تلك القرية. وفي أثناء عودتهم إلى البيت قال أصغر الأمراء لإخوته: توقفوا، أعتقد أني أسمع صوت أحد يبكي وينادي، ألا تسمعون؟ فلنذهب باتجاه هذا الصوت. ركب الأمراء السبعة خيولهم وشقوا طريقهم في الغابة حتى وصلوا إلى الفتيات السبعة. عند مشاهدتهم وعلموا بقصتهم فتواصلوا إلى قرار بأن يتزوج كل واحد منهم واحدة من هؤلاء الفتيات المسكينات ويأخذها إلى بيته، وتزوج كل واحد منهم واحدة. وعندما عادوا إلى موطنهم أقيمت أفراح كبيرة عمت أرجاء المملكة بمناسبة زواج الأمراء من الفتيات الجميلات السبعة. وبعد عام رزقت الأخت الصغيرة بطفل، وقد فتن به أعمامه وخالاته وأحاطوه برعايتهم حتى كأنه كان له 7 آباء و7 أمهات، ولم يرزق أي من الأمراء والأميرات الأخريين بأي أطفال. لذلك أقر الجميع بأن ابن الأمير السابع هو ورثه، وعاشوا في سعادة لفترة من الزمن. وفي إحدى الأيام قال الأمير السابع إنه ذاهب إلى الصيد فانتظرونا لكنه لم يعد بعد أبدا. وقال إخوته الستة إنهم ذهبوا لكي يروا ما حل به ولم يعد منهم أحد. حزنوا فراحوا جميعا ولم يعد منهم أحد. حزنوا الأميرات السبع كثيرا لأنهم وذهب أخواته الستة لكي يروا ما حل بأخيهم وراحوا ولم يعد منهم أحد. حزنوا الأميرات السبع كثيرا لأنهم خشيوا أن يكون أزواجهن قد قتلوا. وفي إحدى الأيام ولم يكن قد مضي وقت طويل على ذلك كانت الأميرة الصغيرة تجلس ومعها طفلها بينما أخواتها كانوا نائمين في الغرفة. فوصل إلى بوابة القصر رجل يرتدي ملابس سوداء طويلة وقال إنه درويش. فقال له الخدم: لا تستطيع الدخول إلى القصر، فقد خرج الأمراء كلهم ونعتقد أنهم في عدد الموتى ولا يمكن الدخول على الأرامل. لكنه قال: أنا رجل مبروك، يجب أن تسمحوا لي بالدخول. فسمحوا له الخدم الأغبياء بالدخول إلى القصر، ولم يعرفوا أنه ساحر شرير. فشاهد الكثير من الأشياء الجميلة، ورأى الأميرة وهي تجلس ومعها طفلها الصغير. وجد الساحر أنها أجمل امرأة رآها في حياته. طلب منها أن ترحل معه وتصبح زوجته. ارتعبت الأميرة وقالت: لم أرحل معك، أخرج من هذا القصر. ونادت على الحراس ليطردوه، ولكنه قال لها: لن يسمعك أحد غيري وسوف تذهبي معي. قالت: ألن أتخلى عن ابني أو أتزوج منك غاصب. غضب الساحر غضبا شديدا من كلامها وحولها إلى قطة صغيرة وأخذها إلى الخارج قائلا: ما دمت قد رفضت المشي معي بمحض إرادتك فسأجبرك على ذلك. وذهبت معه الأميرة المسكينة بدون قدرة على الفكاك
من العجوز. وحين وصل إلى بوابة القصر قال له الخدم: من أين جئت بهذا القط اللطيف؟ فرد عليهم: أهدتني إياه إحدى الأميرات. وعند سماعهم ذلك سمحوا له بالمرور من دون طرح المزيد من الأسئلة. وبعد ذلك مباشرة سمعت الأميرات الستة بكاء ابن أختهم، فخرجوا من الغرفة فرأوا الصغير وحيدا، ولم تكن أختهم على مقربة منه، فسألوا الخدم. وعندما سمعوا عن الدرويش والقط أدركوا ما حدث، وأرسلوا الخدم في كل اتجاه بحثا عنهما، ولكن لم يتم العثور على الدرويش ولا على القط. فقدوا الأمل في إمكانية رؤية أزواجهن وشقيقتهم مرة أخرى. ومنذ تلك اللحظة فصعد لرعاية ابن أختهم. ومرت الأيام حتى بلغ ابن أختهم سن 14. وفي إحدى الأيام أخبرته خالته بتاريخ أسرته، ولما سمع هذا الكلام فقرر أن يذهب ليبحث عن أبيه وأمه وأعمامه، وقال إنه إذا ما نجح في العثور عليهم أحياء فسوف يعيدهم إلى الديار مرة أخرى. قالت خالاته: لقد فقدنا أزواجنا وشقيقتهم وزوجها، وأنت الآن أملنا الوحيد، فإذا ذهبت ما الذي سنفعله؟ قال: أتوسل إليكم ألا تمنعوني من ذلك، سأعود قريبا، وإذ أمكنني سأعود بأبي وأمي وأعمامي. وظل يبحث عنهم لأشهر عديدة ولم يستطيع معرفة شيء يساعده في بحثه. وبعد أن قطع مئات الأميال وكاد أن يقطع الأمل في سماع أي شيء عن أبويه وأعمامه، وصل إلى بلد مليء بالصخور والأحجار والأشجار، وهناك شاهد قصرا كبيرا وبجانبه كوخ صغير تسكنه زوجة البستاني. وعندما كان يتطلع من حوله رأته زوجة البستاني فهرعت نحوه قائلة: يا ولدي، من أنت؟ أنصحك بأن تبتعد من هذا المكان. فأجاب: أنا ابن أمير، وأنا أبحث عن أبي وأعمامي وعن أمي التي سحرها ساحر شرير. قالت زوجة البستاني: هذا البلد وهذا القصر يعودان لساحر كبير متجبر، وإذ أزعجه أي إنسان يستطيع أن يحوله. فكل هذه الصخور والأشجار التي تراها هنا كانت بشرا في وقت ما، وحولهم الساحر إلى ما تراه عليه الآن. مرة جاء أحد الأبناء الأمراء، وبعد ذلك بوقت قصير وصل إخوته الستة وحولهم جميعا إلى صخور وأشجار، وهم ليسوا الوحيدين غير المحظوظين، إذ تعيش هناك أميرة جميلة حبسها الساحر منذ 12 عام لأنها تكرهه ورفضت الزواج منه. قال: أخيرا وجدت ما أبحث عنه. سرد لزوجة البستان حكايته واتجهت معه لتساعده في البقاء في ذلك المكان لكي يستطيع الوصول إليه، فوعدته بأن تساعده ونصحته بأن يختفي عن أنظار الساحر حتى ليحوله. فوافق الأمير على فكرة زوجة البستاني. لبس لباس نساء وقالت له إن يتظاهر بأنه ابنتها. وفي أحد الأيام أثناء تجول الساحر في حديقته رأى الفتاة الصغيرة كما يعتقد، فسألها: من تكون؟ فقالت: إنها ابنة البستاني. قال الساحر: أنت فتاة صغيرة وجميلة، وغدا ستأخذ باقة من الزهور هدية مني إلى السيدة الجميلة التي تعيش في البرج. فرح الأمير الصغير كثيرا وذهب على الفور لإبلاغ زوجة البستاني. وبعد التشاور معها قرر أنه سيكون أكثر أمانا له لو بقي متخفيا. وقالت زوجة البستاني: يجب أن نحضر شيئا لك وأنت صغير حتى تتذكرك أمك. قال لها: إن والدتي قد أهدى الأمير خاتما ذهبيا صغيرا حفر عليه اسمها، وكانت قد وضعت الخاتم في خنصري عندما كنت صغيرا. وبعد إن كبرت طلبت خالته أن يتم تكبير الخاتم لكي يتمكن من لبسه، ونصحته زوجة البستاني بأن يربط
ذلك الخاتم بإحدى باقات الورد التي سيقدمها لأمه، فربط الولد الخاتم بباقة ورد فعرفته على الفور، فأخبرها الفتى عن بحثه الطويل عنها، لكنها توسلت إليه ألا يخبرها بأي حال من الأحوال بحياته وهو يحاول إنقاذها، وقالت له أن الساحر حبسها من 12 عاما لأنها رفضت الزواج منه، وإنها خاضعة لحراسة مشددة، ولم تعد ترى أملا في التحرر من محبسها. لكن ابنها كان ذكيا وقال: لا تقلقي يا أمي العزيزة، أول ما يجب أن نعرفه هو طول عمر لا تقلقي يا أمي العزيزة، أول ما يجب أن نعرفه هو طول عمر قوة الساحر، لكي نتمكن من تحرير أبي وأعمامي. لقد كنت تتحدثين معه بغضب، والآن أطلب منك أن تكلميه بلطف. قولي له إنك مستعدة للزواج منه، ثم حاولي اكتشاف مما تتكون قوته. فقررت أن تأخذ بنصيحة ابنها، وفي اليوم التالي أرسلت في طلب الساحر وتكلمت معه كما طلب منها ابنها. فرح الساحر كثيرا وتوسل إليها أن يعقد الزواج بسرعة وقت ممكن فأسرع وقت ممكن. قالت الزوجة: أريد أن أعرف كل شيء عنك. فقال: أنا لست كالآخرين، هناك على بعد مئات الآلاف من الأميال بلد مهجور تغطيه غابة كثيفة، وفي وسط الغابة بئر غويط وبداخله أفعى كبيرة، فإذا أصابها شيء انتهت حياتي، ومع ذلك فمن المستحيل أن تصاب، لأنني وضعت لحراستها آلاف الجن الذين يحيطون بالأشجار النخيلة والذين يقتلون كل من يحاول الاقتراب من المكان. أخبرت الأميرة ولدها بما ذكره الساحر، لكنها توسلت إليه أن يتخلى عن فكرة الوصول إلى الأفعى. لكن الأمير رد قائلا: لا تخافي، سأعود سريعا، وفي هذه الأثناء حافظي على علاقتك مع الساحر وواصلي تأجيل زواجك منه بحجج مختلفة، وقبل أن يكتشف سبب التأخير سأكون قد وصلت بعد. أن إن قال ذلك قبل ذلك قال ذلك أن أطلق مغادرة، وقطع قطع أميالا وأميال حتى وصل إلى غابة، وبسبب ما ناله من التعب استلقى تحت شجرة ونام ليصحو بعد حين على صوت صحيح خفيف. وحين نظر من حوله شاهد الأفعى الكبيرة تشق طريقها إلى عش نسر على الشجرة التي كان يركض تحتها، وحينها رآها تذهب باتجاه الصغيران سحب سيفه وقتل الأفعى، وسرعان ما قتل الأفعى عادت الغابة بأكملها فجأة إلى الحياة. وحيث كانت الصخور والأحجار والأشجار قفز الأمراء والقادة، واستعاد الأمير وإخوته الست أشكالهم الطبيعية، وحرروا الأميرة ورجعوا إلى زوجاتهم بفضل الأمير الصغير. وأخيرا نريد منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله.